كلنا عارفين البرنامج الامريكي الشهير باترنتي كورت، البرنامج اللي بيحل خلافات النسب وبيكشف مين الاب الحقيقي باستخدام تحليل الدي ان ايه. بس اللي حصل في القضيه دي اغرب من كل حلقات البرنامج. في يوم قرر شخص امريكي يعمل تحليل فصيله دم لابنه، بس اتفاجئ ان فصيله دم الطفل لا ليها علاقه بالاب ولا بالام، فقرر يعمل تحليل دي ان ايه. النتيجه طلعت وقالت انه مش ابوه. عادي طبيعي يحصل في امريكا، بس الغريب المره دي ان الطفل جه نتيجه حمل بالتلقيح الصناعي. وهنا الراجل اخد بعضه وراح المختبر اللي عمل فيه العمليه عشان يعرف ازاي الغلطه دي حصلت، لكن المعمل اكد ان العينه سليمه ومفيش اي خطا حصل اثناء التلقيح. وهنا العلماء اتدخلوا، اشهرهم عالم الوراثه من جامعه ستانفورد دكتور باري ستار، وقال ان الحاله دي نادره جدا واسمها الكيميرا البشريه. يعني الشخص ده وهو جنين كان ليه اخ توأم، لكن الاخ ده مات واتمصت خلاياه في جسد التوأم الثاني اللي عاش، فبقى عنده مجموعتين مختلفتين من الحمض النووي. والحيوانات المنويه اللي لقحت البويضه كانت شايله جينات اخوه التوأم اللي مات. يعني الطفل فعليا ابن اخوه مش ابنه. وبس كده، سلام.